السلام عليكم الشيرات، كي راكم غاية؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات بنت الحاجه. اليوم ان شاء الله باش نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت اللي هي غوسيت بطاطا في الكوشه. اي معايا نشوفوا لي زانغاديون وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. بسم الله. الحاجه الاولى اللي بديت بها، عندي هنا كيلو تاع بطاطا نقيتها وغسلتها مليح وقطعتها بتي مورسو ودرتها تغلي في الماء والملح. كي غلات صفيتها ودرتها هنا في الغيسيبيون. غادي ندير لها مغرف تاع دهان، حبه تاع فرماج، شويه تاع القزبر مقطع رقيق، لي زيبيس عندي شويه كيري والحرور وشويه تاع الثوم. هنا غادي نقدمها نمرسها مليح مليح. هنا كي كملت مرستها مع الفرماج والزبده ولي زيبيس وكاع، غادي نغطيها بالفيم اليمونتير ونخليها على جهه. من جهه اخرى عندي هنا طاجين غادي ندير فيه الزيت شويه برك. كي يحمى داك الزيت عندي هنا سكالوب غسلته قطعته هكا رقيق. نقلي داك السكالوب تاعي مليح. كي يدخل الطياب عندي هنا الفلفله قطعتها كما راكم تشوفوا هكا مرصوات صغار. غادي نزيدها فوق داك الدجاج ولا سكالوب نقليهم مليح. نزيد لهم غرف كبيره تاع طماطيش تاع القوطي ولا طماطم مصبره. نقلي تاني مليح. ومن بعد نزيد لهم شويه تاع هاد لاصوص تاع الطماطيش تاني. ما تزيدوا حاجه قلوا. ومن بعد نزيد لي زيبيس. هنا لي زيبيس عندي شويه تاع كيري، شويه تاع لي زيبيس تاع الدجاج، ثوم مرحي، راس الحانوت والملح. غادي نزيد شويه تاع الماء ومن بعد نزيد شويه قزبر تاني مقطع رقيق. نغطي عليها ونخلي هذاك لاصوص حتى ينشف. هنا صايره واجده. غادي نطفي ونديرها في طبسي. ايوا تشوفوا معايا. الحشو تاعي بعد ما برد، وهذه البطاطا تاعي تاني كاي بارده. الفرماج رابي وهذا البلا يدخل الكوشه وعندي شويه تاع الزيت باش هكا نشمخ يدي في داك الزيت ونكور داك البطاطا. فوالا نحطها بهذه الطريقه في البلا. انا كي كملت كورت كاع ديك البطاطا تاعي حطيتها بهذه الطريقه. نجيب كاس غادي نغطسها في داك الزيت هي ونكمصها نصنع هكاك شغل حفره هكا باش نعمرها بداك الحشو. فوالا طريقه سهله. نسقم ديك البطاطا هكا بيدي. هنا كي سقمت البطاطا تاعي غادي نجيب داك الفرماج رابي وندير شويه شويه هكا في داك الحفره هذيك. ومن بعد نعمر الحشو هذاك تاني. فوالا انا كي نعمر الحشوه تاعي نزيد لها شويه فرماج رابي وندخلها للكوشه قد ما يذوب لنا هذاك الفرماج اللي درناه من داخل ومن الفوق. نخرجها وتشوفوا معايا النتيجه الاخيره. فوالا لاغوصه تاع اليوم بطاطا معمره في الكوشه جات ما شاء الله الله يبارك. انا يا هكا التزيين زينتها هكا بحبه الزيتون وهكا ورق هكا تاع معدنوس. فوالا جات ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ومتوحمه تسمح لي. أكلة صيفية توجد بالخف وتجي بنينة علامة علامة. أنا غادي نحط في الطبسي طبعا نوريكم من داخل كيفاه جات. أنا هنا مازالت حامية. شوفوا الله يبارك كي جات. شاهدكم في الجنة. فوالا هذه هي الوصفة تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونتمنى تجربوها ونتمنى نتلاقاكم الوصفة القادمة بخير وعلى خير. تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف. السلام عليكم.